مساء الخير، عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين. تعالوا النهاردة نعمل وصفة جديدة حلوة جدا جدا هتعجبكم. بصدر فرخة واحد هنعمل أكبر كمية من كفتة الفراخ. طبعا دوت كان صدر كان عندي في الفريزر، طلعته فك وقطعته مكعبات كده صغيرة. بعد ما قطعته مكعبات كده هجيب الكبة كنت محضراها عندي، وهفرمه كويس جدا جدا في الكبة. اهم حاجة ننعمه على قد ما نقدر علشان الكفتة معانا تطلع مظبوطة وكويسة. هنا كنت محضرة عندي الخلاط، هحط بقى هبدأ ان انا انزل قطع الفراخ فيه. بصوا والله كان طعمها بجد تحفة وطريقتها سهلة. ده كباب الفراخ، في كباب اللحمة وفي كباب الفراخ، ده بقى كباب الفراخ. هبدأ ان انا افرمها كويس جدا جدا لحد ما تنعم خالص. بعد كده هقولكوا بقى هعمل فيها ايه. هحط عليها تتبيلة تحفة بجد، هتحبوها جدا جدا جدا. كنت بس بنزل اللي في الجوانب الاول، هديلها ضربة كمان علشان تنعم اكتر. طبعا انا الكبة عندي واسعة شوية، فعشان كده لازم كل شوية افك وانعمها، لكن اللي الكبة بتاعتهم كنيزة بتبقى اسهل لكم يعني. هبدأ ان انا اضربها كويس، انا عايزاها ناعمة على قد ما اقدر. تمام اهي، بصوا انا بقربهولكم من الكاميرا اهوت. هفضل ان انا افرم فيها كويس واجيب اللي في الجوانب بالمعلقة زي ما قلتلكوا عشان الكبة بتاعتي واسعة، وهرجع ان انا اضربها تاني لحد ما توصل للنعومية اللي انا عايزاها. زي ما انا قلتلكوا انا عايزاها ناعمة، انا مش عايزاها خشنة. هنا كنت خلاص خلصت، وهبدأ ان انا انزل على السلاح بتاع الكبة، وهفضي بقى ايه اللي هنزل اللي في الكبة، وهقولكوا البهار اللي انا بستخدمه. بصوا شكلها بقى عامل ازاي، جميلة جدا. انا بس مش عايزة اقولكوا البهار دلوقتي، مش عايزة اسبق الاحداث عشان ما نتلخبطش. تمام، انا كده نزلت كل الكمية بتاعتنا. بصوا هو ده صدر واحد كان حوالي 350 جرام. تمام، ده بصراحة عمل لي يعني ايه كمية كويسة، يعني كمية تكفي 3 افراد. دول بقى ايه كانت البهار اللي معايا. طبعا الحمرة ديت مية فلفل على مية بصل. جبت فلفل رومي اهوت، فرمته كويس جدا وصفيت المية بتاعته. ودي كانت بصلاية كبيرة مبشورة، صفيتها كويس جدا على مية الفلفل استخدمت التفل بس. ده كانت نص حزمة من البقدونس، ودي عبارة عن معلقتين من الفيجيتار او البقسماط، نص معلقة توم باودر، نص معلقة بصل باودر، نص معلقة فلفل اسود. تمام، نص معلقة او ربع معلقة من بهار الفراخ او اي بهار عندك. ما عندكيش بهار فراخ ممكن تستغني عنه عادي. وطبعا هنحط الملح حسب ما احنا عايزين. هبدأ ان انا اعجنهم في بعض كويس. لبست جوانتي عشان لما باجي اعجن وكده بيلزق الفراخ في ايديا فبتضايق يعني. تمام، هقوم جايه بقى اعجنها كده كويس قوي قوي قوي. بصوا شكلها بقى عامل ازاي. هرمي بقى جوانتي واجيلكوا. هجيب بقى بعد كده الكبة تاني، انا بقى ما غسلتهاش سبتها كده زي ما هي. تمام، هجيب الكبة تاني وهنزل فيها بالفراخ، اديلها فرمة كمان. يعني اخلي الفراخ كده ايه تاخد ضربتين كده في الخلاط. ليه بقى؟ عشان البقدونس وكل المكونات تتفرم كويس قوي قوي مع بعضها وتطلع كويسة، يعني تطلع ناعمة كلها مع بعض، ما يبقاش البقدونس حتت كبيرة كده وباينة فيها. بقى انا كده خلاص كنت اديتها فرمة وكله ناعم كله مع بعضه. تمام، هبدأ برضو ان انا انزل كده اللي على السلاح في الطبق اللي عندي، وهاخد بقى كمية الفراخ كلها هنزلها في الطبق عشان ابدأ ان انا اصبعها. طبعا مية البصل على مية الفلفل ديت انا هستخدمها مش هرميها. هقولكوا انا هستخدمها في ايه. بصوا ملحها كان مظبوط، ريحتها كانت طالعة تحفة بجد. البقدونس والبهار اللي احنا حاطينه جميل جدا. زي ما قلتلكوا اللي عايز يستغنى عن بهارات الفراخ او اي نوع بهارات يستغنى عادي. هو كفاية التوم البودر والبصل البودر، بس انا حبيت ايه احبشها شوية يعني. المهم هنزل بقى كده كله. تمام، وهجيب كان عندي اللي هي الاسياخ بتاعة الشيش طاووق ديت الخشب، استخدمتها. وهنا حطيت على مية البصل والفلفل حبة زيت وحبة ملح، وهقلبهم كويس مع بعض.
وبعد كده اهي بصوا الاسياخ دي بقى انا كنت نقعاها في ميه عشان ما تتحرقش مني، بس اتحرقت برضه مش مشكله يعني، هستخدمها تاني. هبدأ ان انا اصبع عليها الكفتة، هصبعها كويس جدا وهملاها كده. بصوا هي عمرها ما هتفك مني عشان مصفية كل السوائل اللي فيها. دوت بقى المية بتاعت البصل، هبدأ ان انا احط ايدي فيها واصبع بيها الكفتة، وهي في الفرن كمان هشربها من مية البصل بالفلفل ديت حلوة جدا. هعمل كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة. بصوا انا ببدأ ان انا افردها على السيخ، بصوا شكله عامل ازاي، ريحتها تحفة، ده كباب الفراخ. تمام، هقوم جاية بلع برضو ايدي تاني كده ومصبعهم كلهم. بصوا هو دوت يعني حوالي ده كان ربع طبعا، يعني 350 جرام. بالاضافات اللي انا حطاها وكل الحاجات ديت بتخلي الكفتة تبقى يعني ترمي معايا حبة حلوين. تمام. اهو بصوا بقى شكله عامل ازاي، الصبع كمان كبير، صبع الكفتة صبع الكباب كبير، بيشبع يعني. عايزة اقولكوا ان هو اتبقى منه كمان، اتسحرنا منه في السحور. طعمها كان حلو جدا، معطشتنيش مش اي حاجة، لان انا طبعا مش حاطه فيها ملح زيادة، مش مزودة لها ملح، مكلتش معاها مخلل ولا حاجة. كنت عاملة بس معاها مكرونة، وكنت عاملة سلطة خضرة كده بالجزر والطماطم وكده والخضرة، فكان طعمها حلو قوي قوي. هصبع الكمية كلها بنفس الطريقة. طبعا اللي ما عندهوش اللي هي الاسياخ الخشب دي ممكن يصبع بمعلقة، او مثلا المعلقة الخشب الطويلة بايديها كده نصبع عليها عادي برضك، هنتصرف يعني مش هنغلب. بصوا ده كان اخر صوبع، يعني عملوا معايا حوالي 7 صوابع او 8، برضو كمية حلوة كفت 3 افراد وكمان اتبقى مننا. بصوا اهيت الكمية، بصوا شكلها طالع عامل ازاي. هنا بقى جبت صاج وغلفته كله بورق الفويل، وهحط عليه الاسياخ دي كده بالعرض طبعا عشان ما تقعش مننا تحت على الصاج، وغلفته بالفويل وعشان الصاج ما يتحرقش مني لما المية بتاعت اللحمة تنزل او ايدام بتاعت الفراخ سوري او الإدام او كده، الصاج ما يتحرقش مني من تحت ويطلع ريحة مش حلوة ويدخن معايا. فدي خطوة مهمة جدا لازم نعملها علشان الدنيا ما تدخنش مننا. جبت 2 فلفل سبايسي كده وقلت هشويهم كمان مع الكباب، بيديله طعم حلو قوي، والشوي ده بيخلي الكباب جميل. حطيته جوه الفرن على فتحت الشواية وفتحت الفرن من تحت الاتنين مع بعض. وبس لو ما عندكوش ان احنا نفتح مثلا الاتنين مع بعض ممكن تفتحوا الشواية بس. بصوا بقى ده كان شكله كان بعد ما طلع شكله كان تحفة جدا وريحته جميلة. بدأت ان انا اطلعه من الاسياخ كده، هي الاسياخ اتحرقت مني بس مش مشكلة، اهم حاجة ان هو طعمه كان حلو. هبدأ ان انا اسلكه كده واحدة واحدة، لان الاطراف بتاعته كانت لازقة في السيخ، فكانت ايه يعني منهم مش كلهم، فكان يعني ماسك فيها شوية. فبدأت ان انا اطلع الاطراف الاول وبعد كده هقوم جاي سحبه، هيطلع معايا على طول. اهو بصوا بدأت ان انا خلصت كل الكمية اللي معايا. بصوا بقى شكله من جوه عامل ازاي، حاجة كده بجد بسم الله ما شاء الله تفتح النفس. هعمل خطوة مهمة جدا 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 هقولكوا عليها. هنا سخنت فحمت الفحم كده وسخنته قوي، وبعد كده هنزل عليه بنقطتين 3 كده زيت، وهقوم جاية قافلة عليه بالورق الفويل. تمام، ده الورق اللي انا كنت هو محروق كده عشان ده اللي انا كنت حاطاه على الصاج اللي انا كنت مدخلاه الفرن. وده كان شكله بعد ما خلص. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم، سبتكم في رعاية الله. لو اول مرة تشوفوني ادعموني بشير ولايك واشتراك في القناة. لو عايزين اي وصفة جديدة اكتبولي في الكومنتات كل الوصفات اللي انتوا عايزينها، ونطلع مع بعض افكار جديدة. سبتكم في رعاية الله وحفظه.